بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 27 اكتوبر الصبح قبل بداية التداول ما في بورصة مصر وبورصة امريكا وبورصة لندن. هعمل تحليل سريع للاي جي اكس 30 والاي جي اكس 70 والداو جونز. قدامنا دلوقتي الاي جي اكس 30 اب ترند، ما زال في اب ترند صريح. برضو اخر قاع بالنسبة لنا هو ال 7002. القاع دوت كان 6993 من أول نقطة دخول اللي هي 6737 من النقطة دي، وهو عمال يطلع يعمل قمم وقاعان أعلى من بعض. الستوكاستيك لوكت ان، انت جوه التريده. يعني لو ده سهم، يعني انا انك جوه التريده، مفيش اي سبب يدعو للخروج او بانيك، بغض النظر عن اللي بيحصل في الاسواق بره. اللي يهمنا ان احنا ما نشوفش الرقم ده، ما نشوفش 7002 دوت يتكسر، يعني ما ننزلش تحت 7000 من الاخر. ويهمنا ان الاستوكاستيك يتن لوكت ان علشان يكمل الاتجاه بتاعه. اول دعم، اول مقاومه هي حاليا طبعا هي البولينجر باند. هو هنا في اليوم دوت، لو نفتكر في اخر طلع هنا، هو طلع فوق البولينجر باند دي، كانت نقطه جني ارباح. لازم نقطه جني ارباح. هو هنا بيصرخ، يعني بيقول لنا انا اوفر بوت، انا لازم تعمل جني ارباح في النقطه دي. هو نزل عمل كونسوليديشن شويه يمين، حاول تاني فوق، وبعد كده نزل للنقطه دي، عمل قاع تاني اعلى، وبعد كده طلع تاني كمل. اللي يهمنا دلوقتي ان هو ما ينزلش، يشوف النقط دي، يعني ما يكسرهاش. اول دعم هيقابله هو خط الموفينج. اول دعم طبعا هيقابله هو القاع الاخير دوت، يليه الموفينج 18، يليه الموفينج 45، موفينج 18. ده بيعتبر زي الريست لاين. الاسعار لو فوقيه بتحاول انها تنزل له، ولو الاسعار تحتيه بتحاول انها تطلع له. بيعتبر خط الاتجاه، بيحدد الاتجاه قصير الاجل. الاسعار فوقيه معناها الاتجاه صاعد، الاسعار تحتيه معناها ان هو الاتجاه قصير الاجل هابط. ودوت خط الموفينج افريج 45 يوم، ده للمدى المتوسط. آه، نيجي بسرعة للي بعده، المؤشر اللي بعده. اي جي اكس 70 مثلا، ده شكل تاني خالص. اي جي اكس 30 من هنا، ده كان خروج من بره الاب ترند اللي كان ماشي فيه من النقطة دي. ده كان يوم بالظبط 5 أكتوبر. فاكر يوم 5 أكتوبر هو هنا كان كسر آخر قاع، وكان ادى خروج. ما كانش اللي كان هيبقى تنه قاعد في الاستوكاستيك، بما انه كان لوكت ان، كان هيخرج منه في اليوم ده تقريبا. آه، تقريبا في اليوم ده هيخرج منه. بعد كده نزل عمل قاع تاني، وطلع عمل قمة صغيرة، نزل كسرها، أكد اتجاه هابط بقى. مشي في الاتجاه هابط، وصل لغاية البولينجر باند السفلي، وبعد كده عمل قاع، وبعد كده عمل قمة برضو هنا صغيرة، عمل قاع تاني أعلى من القاع الأولاني. وهنا طلع على فكرة، وأنا هنا كسر القمة دي، هو أعلى من القمة دي. القمة ديت كانت 8068 78، يعني 8067 8069 تقريبا، وهنا الهاي بتاعه كان 8073. فهو بالتالي قمة أعلى من القمة. كان المفترض طبعا الواحد بيخش تريده هيخش دي، هتبقى نقطة دخول ليه، اللي هي المنطقة دي. لأن لو ده شرط سهم، يعني الواحد بيخش فيه، بيحسب ان هو نقطة خروجه هي النقطة دي. نقطة صغيرة، مخاطرة صغيرة، ماني مانجمنت. ما مش هتعدي ال 1% نسبة مخاطرة تقريبا. بس طبعا بأداء سيء جدا. آه، تن يكونسوليديت، او يعني ما طلعش، ما مشيش ورا الاي جي اكس 30 ولا ورا اي سوق، وتن مكمل بالنازل، يعني هابط شوية، وصل تاني تقريبا نفس القاع تاني، رد منه، وبعد كده نزل كسره هنا بشكل هبوطي بأداء سيء. ده كان خروج تاني. هنا خلاص طلعك ستوب لوس، ده خروج. ومفيش اي سبب للدخول، يعني أنا مش شايف ان في اي سبب يستدعي، لو ده شرط سهم ده لا يستدعي اي دخول فيه. مش معنى ان هو نزل ان هو مش هينزل تاني.
مش هيكمل نزول، او يعني خلاص كفايه كده، او مش نفس القصه. مش معنى ان هو طلع زي الايام دي، مش معنى ان هو طلع ان هو مش هيكمل طلوع وينزل تاني. لما يدينا سبب للدخول نبقى نخش. البولينجر باند ابتدت تضيق، وده مؤشر يعني بيقول ان الاسعار، الحركه بقت قليله. ما بقاش في ما بقاش في تريدز ماشيه يعني يعني حركه ضيقه، مش لا يستدعيني ان انا اخاطر يعني. اول مقاومه هيقابله حاليا هي الموفينج افريج 18. اول دعم هو الموفينج افريج 45، يليه البولينجر باند. ده الاي جي اكس 70. انا مش شايف فيه اي حاجه تستدعي، والستوكاستيك اساسا كمان لوكد ان لتحت. اوفر سولد بس لوكد ان لتحت، مفيش اي سبب يستدعي ابدا الدخول فيه. ده بالنسبه للاي جي اكس 70. داو جونز برضه بسرعه كده. الداو جونز انا قلت اخر مره ان 9939 دي كانت اخر قاع في اتجاه صاعد كان ماشي فيه. كسروا في اليوم ده، اليوم ده بالظبط كسر. كان يوم الخميس تقريبا الاسبوع اللي فات. الستوكاستيك لوكت ان، انك قاعد في التريده. يوم الجمعه كان الستوكاستيك ابتدى يطلع، وده في نظري كان نقطه الخروج منه. لو برضه ده شارت سهم او او حد بيتريد فيوتشرز، ده كان يوم الخروج يوم الجمعه. وكمان كان يعني مستوى ال 10100 هنا، مستوى ال 10100 انا عامل عليه خط احمر. اثبت ان دوت منطقه مقاومه قويه، مش سهل ان هو يتخطاها. وعلشان نبتدي بقى نقول ان هو يخش تاني في الترند بتاعه، لازم يطلع فوق ال 10100 دي ويقف فيها عشان يدينا قوه، يعني يحسسنا بالقوه. لكن هو طلع هنا عندك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست ايام يخش يجرب فيها 6 ايام مختلفه ورا بعض، يحاول يطلع فوق ال 10100 وينزل. اثبات الدعم ما قدرش يعديها. هو حاليا عمل اتجاه هبوطي من اعلى اخر قمه كان 10109، وبعد كده 10117. دول القمتين اقل، واحده اقل من الثانيه، وبعد كده قاعين برضو، قاع اقل من الثاني، وبعد كده نزل كمان كسر امبارح كان يوم الاثنين. كسر وعمل قاع كمان اقل، وصل لغايه اول دعم الموفينج افريج 18، خط الريست الاسعار. طيب انا هبقى ايه؟ انا هبقى نيوترال هنا، مش هو اتجاه هبوطي ومايل للهبوط. ده الشارت بتقول كده، وانا رايي كده كمان في الوقت الحالي. هل يوجد سبب ان انا اخش اراهن فلوسي مثلا عليه، اقول انا هخش شورت؟ لا، مفيش اي سبب يخش. هو خلاص آه، المخاطره عاليه جدا. المخاطره هنا فوق ال 180 نقطه، او فوق ال 180 190 نقطه. عشان تخش تراهن هنا انت بتتكلم في $2000 مخاطره كتير، ما يستاهلش المخاطره. بس هو البيرز دلوقتي هم اللي انشارج يعني، بمعنى ان الناس بتدور دلوقتي على فرص للبيع، غير لما يبقى بول ماركت. بول ماركت الناس بتدور على فرص للدخول كمشتري، هنا انت بتدور على فرص للدخول كبائع. يعني لو طلع مثلا لغاية المنطقة دي او المنطقة دي، ممكن تلاقي ناس بقى بيفكروا يخشوا كشورت، يخشوا كبائعين وليسوا كمشترين. تاني دعم بعده اللي هي البولينجر باند والموفينج افريج 45. الكاركترستكس بتاعت الشارت دوت ان هو بيمشي زي في ويفز كده، يطلع وبعد كده ينزل وبعد كده يعني هو ماشي بالشكل ده. علشان لو واخدين بالكم من هنا، هو بيطلع وينزل يختبر تاني على 45، وبعد كده يطلع تاني. انا المتوقع ان هو تقريبا ممكن احتمال كبير ان هو ينزل يعمل نفس الحكاية، وينزل مثلا لغاية النقطة دي، ممكن ينزل لها، وبعد كده يبتدي يكمل عشان يختبر تاني في المنطقة التانية. ده التحليل. احنا من المهم طبعا بالنسبة لنا احنا بقى ما نشوفوش خالص بقى عند النقطة دي، ما نشوفش الداو جونز عشان يكمل يعني في اتجاهه ان هو ما يوصلش للنقطة دي تاني. ده كان التحليل بتاع الداو جونز ونظرة كمان في السوق المصري، وشكرا جزيلا.